السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة الشيف خالد موفي وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة شوفنا على أي منصة أنت بتتابعنا عليها ما تنساش تعمل لنا متابعة عشان خاطر يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. أحد المتابعين بعت لي على حساب الواتس بتاعي، قال لي أنا جاي لي عقد عمل على قبرص التركية، ومن قبرص التركية هخش قبرص اليونانية وهعمل ورق وهشتغل في قبرص اليونانية. انت ممكن تخش قبرص اليونانية في حالة واحدة بس، ان انت تخشها عدة ايام قصيرة وهترجع تاني. اما ما ينفعش تخش قبرص اليونانية من على التركية. التركية دولة، قبرص التركية دولة، وقبرص اليونانية دولة. ناس كتير بتقول ان احنا ممكن نخش من قبرص التركية على قبرص اليونانية ونعمل ورق هناك او نعمل اقامة او نشتغل. في مكاتب كتير بتطلعك من على قبرص التركية وبعد كده بتخش قبرص اليونانية عدة أيام قليلة وبعد كده بترجع تاني قبرص التركية، ولكن أنت مالكش إن أنت تعمل ورق في قبرص اليونانية. لو غير كده بتكون مخالف، لو اتمسكت الشرطة بترحلك وبترجع البلد اللي أنت دخلت منها تاني. يعني بصفة عامة إن أنت ممكن تخش على قبرص اليونانية من قبرص التركية. بتخش لأن هو الفاصل ما بينهم مدينة نيكوسيا، يعني حاجة بسيطة. بتخش منهم عن طريق، يعني كمان بتمشي دقيقة أو دقيقتين على رجلك من بعد مكتب الجوازات. بتخش بالجواز بتاعك حتى مالكش ختم في مكتب الجوازات. انت بتخش مكتب الجوازات بيشوف الجواز بتاعك وبيشوف الفيزا بتاعتك اللي هي بتبقى على الجواز بتاعك، وبعد كده بتخش عادي، ولكن عدة أيام قصيرة. ممكن تخش من على مطار تركيا، لان تركيا يا جماعه تبع شرق اسيا، اما قبرص اليونانيه تبع الاتحاد الاوروبي. دي دوله ودي دوله، ودي لغه ودي لغه، ودي عمله ودي عمله. قبرص التركيه يا جماعه ملهاش علاقه بقبرص اليونانيه، ولكن انا حبيت ارد على الراجل دوت وقال لي يعني يا ريت توضح لنا الرساله ديت. فنصيحه يا جماعه، ما ينفعش تخش قبرص التركيه، ما ينفعش تخش، عفوا، ما ينفعش تخش قبرص اليونانيه من على قبرص التركيه.